ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمه الزهراء. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه. النهارده بقى انا قررت ان انا هعمل اول حاجه من تجهيزات رمضان. فجبت 10 كيلو طماطم عشان خاطر اعمل بيهم الصلصه. خلينا نشوف بقى هنعملها ازاي. اول حاجه قمت فضيت الحوض خالص وحطيت كل الطماطم وغسلتها كويس جدا. هي طريقتها سهلة جدا وصدقوني موفرة في الوقت ده لأن الطماطم رخيصة، فحاولوا ان انتوا تستغلوا الفرصة وتشتروا الطماطم في الوقت ده. بصوا انا اشتريتها جامدة، بصوا حمرا ازاي، شكلها يعني شبه التفاح، شكلها كان تحفة. يلا بينا نبتدي. اول حاجة هنشيل العنق بتاعها وبعدين هنقطعها على 2. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو، وعايزاكم بقى تعملوا فولو الاكونتس بتاعت الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، هحطلكوا تحت في صندوق الوصف. انا الصراحه حبيت ان انا استغل الفرصه في الوقت ده لان لقيت الطماطم رخيصه، لان انا فاكره السنه اللي فاتت في رمضان كانت غاليه جدا جدا جدا. وفي نفس الوقت برضو يعني انا هتوفر لكم وقت جدا في رمضان. انا الصراحه بجهزها يعني لرمضان، قلت حتى مش هستعمل منها في الوقت ده خالص، وقلت اما يجي رمضان ان شاء الله هبقى اطلع منها. جبت بقى اكبر حلة عندي لان هي طبعا كمية كبيرة جدا، انا جبت 10 كيلو فجبت اكبر حلة عندي وحطيتها على النار وما حطيتش ولا اي زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، ما تحطوش اي حاجة خالص. وحطيت الكمية بتاعتي كلها وشغلت النار على نار متوسطة. مش هتاخد معاكوا وقت كتير قوي على النار، هتاخد حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع، يعني في الرينج ده. بس كده، بصوا هي اخدت الحلة كلها، شكلها بجد جميل قوي. وبعدين هقوم مغطية الحلة في نفس الوقت بقى. قمت شلت كده نقيت كده كام طماطمايه، غسلتهم طبعا كويس جدا، ونقيت كده كام طماطمايه جامدة اجمد طماطم، وقمت حطيتها في اكياس. وقلت برضو اخزنها برضو عشان خاطر لو احتاجتها في اي حاجة، احتاجتها مثلا في الشوربة او ايا كان اللي هعمله بيها، قلت برضو تبقى عندي. صدقوني الحاجات دي بتنفع قوي وبتوفر لكم وقت، وكمان لو الحاجة غلت، وهي الطماطم الحاجات اللي بتغلى بطريقة فظيعة، هتبقوا وفرتوا فلوس كمان. عايزاكوا بقى تجربوا طريقة وعايزاكوا تقولولي رأيكوا ايه في الكومنتس. وهحطها بقى في الفريزر. انا دي الكمية اللي عملتها وحطيتها في الفريزر. وبعدين بقى هرجع للحلة بتاعتي. بصوا بدأت تنزل مية ازاي. اهم حاجة ان انتوا يعني كل شوية تبصوا على الحلة عشان خاطر الطماطم ما تفورش منكم. هتلاقيها ممكن تفور والمية بتاعتها تنزل. بصوا بدأت تنزل مية ازاي، هي لوحدها كده مع نفسها تبتدي ان هي تنزل مية واحدة واحدة. بصوا انا هنا بحاول ان انا انزلها كده يعني عشان كلهم يبقوا مع بعض، متبقاش في حاجة موجودة على الوش. هي ما خدتش مني وقت خالص يعني. بس ومن كل كده حين الى اخر بفتح الغطا وبقوم مديها تقليبه يعني. امتى بقى هعرف ان هي خلاص وان انا اطفي عليها؟ اما الاقي كل الطماطم كده تقريبا شكلها ان هو دبل كده، والمية بتاعتي اتبخرت ووصلت لنص الحلة. بس اهم حاجة ان لازم يكون في الحلة فيها مية، ما تبقاش المية، ما تستنوش لحد ما المية تنشف، نص الحلة كده وخلاص، وكده اطفي عليها. تعالوا بقى اقولكوا ازاي نحول الطماطم اللي قدامكوا دي لصلصة. نقدر بقى نستعملها في حاجات كتيرة قوي زي ما احنا عايزين. نقدر نستعملها في الخضار، في المكرونة،
في خلطة المحشي طبعا بنبقى محتاجين صلصة كتير قوي. أي حاجة انتوا بتحبوا تستعملوا فيها صلصة نقدر نستعملها. أول حاجة عندك اختيارين، لو انت عندك هاند بلندر بعد ما تطفي عليها ممكن تستعملي الهاند بلندر في الحلة كده زي ما هي، ما تنقلهاش في أي حتة تانية لحد ما تتحول لصلصة الطماطم، ما يكونش فيه أي كتل من الطماطم. ده أول اختيار واختيار سهل جدا. تاني حاجة طبعا لو ما عندكيش هاند بلندر هتستني اما تبرد تماما عشان خاطر ما تبوظش الخلاط، واول اما تبرد تبدأي ان انتي تحطيها في الخلاط لحد ما تتحول لصلصة الطماطم اللي احنا عارفينها. انا عملت الصراحة يعني قلت اوريكوا الخلاط لان طبعا دي الطريقة المعتادة عند معظم الناس. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو. هنا بقى انا ابتديت اضربها في الخلاط. عايزة اقولكوا ان انا اتبسطت بيها جدا 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 وحسيت انها توفر لي كتير. وهنا بقى دي كل الكمية اللي انا عصرتها، وانا بقى هنا جبت اكياس تلاجة وعبيتها، كل واحد بقى يقدر يحط الكمية اللي هو عايزها، وبعدين حطيتها في الفريزر، وان شاء الله بإذن الله هستعملها في رمضان. بالهنا والشفا. باي باي.